قال لهم إن زمان كان في سفينة كانت رايحة لندن. بعد شهرين ظهرت في ليبيا. لما البحارين طلعوا عليها ما لقوش أي حد من ركابها عايش، وكأن كان اللي موجود شبح وكان بيتحكم فيها. بعدها الكل بيروح ينام، وتاني يوم بينزلوا يغوصوا جنب السفينة عشان يعرفوا حجم الضرر اللي موجود فيها، وبيكتشفوا إن في شرخ كبير جدا في جسم السفينة، وقدامها فترة صغيرة وهتغرق. ومبقاش قدامهم غير إن هما يصلحوها عشان يقدروا يسحبوها وراهم. وبيقرروا إن محدش يبلغ عن السفينة لحد ما يقدروا يصلحوها، عشان بس يثبتوا ملكيتهم ليها. وبكده بيكون محدش عارف مكانهم. وبعدها بيطلع الفريق على السفينة ما عدا سانتوس اللي بيقعد عشان يصلح الموتور بتاع المركب بتاعهم. وبيقسمهم ميرفي الفرق عشان يكسبوا وقت. وبتفضل أبس ماشية لحد ما بتلاقي حمام سباحة، لكنها بتشوف مكان لطلقات رصاص، والطلقات دي كانت كتيرة جدا. بتنزله عشان تتأكد منها. وهي خارجة بتشوف كاتي تاني وبتقع على ظهرها. طبعا راسها بتتعور وبينزل منها